السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ومتابعين محترمين. بحبكم جدا وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا في أفضل حال يا رب. مين مننا ما بيعانيش من سددان البلاعة اللي بتبقى في المطبخ؟ أنا أولكم بعاني منها، وبتبقى مشكلة بالنسبة لي صعبة ومتعبة جدا، بس ليها حل. عايزة أقول لكم بقى على الحل عشان ما حدش يتعب منها تاني وما حدش يتضايق. أقول لكم على حل سريع جدا وحل جذري بإذن الله. الحل ده ممكن نعمله كل شهر بصفة دورية عشان خاطر ما يبقاش فيه سداد. انتوا عارفين الدهون والحاجات اللي زي كده تنزل في قلب البلاعة فبتسد المواسير. تمام. طيب ايه هي الطريقة؟ بص يا ستي، هنجيب بوتاص من عند بتاع الصابون. ما تستغربوش على البوتاص ولا تقلقوا ولا اي حاجة، لاننا كده كده بنشغل الغسالات ونحط فيها بوتاص، والبوتاص ده بينزل في قلب البلاعة طبعا وفي قلب المواسير وكل حاجة، يعني كده كده بنستعمل البوتاص. فانا جبت بحوالي 5 جنيه بوتاص كده، هوريهولكوا دلوقتي اهو. 5 جنيه بوتاص اهو، وهنحطه في قلب البلاعة. تمام. انا هوريكم عمل ايه دلوقتي. هنحط البوتاص في قلب البلاعة ونكون مشغلين الكاتل او عندك حلة تحطي فيها مية ايا كان. نحط البوتاص ده كله ونسيبه ربع ساعة في قلب البلاعة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه ونسمي الله ونبتدي الفيديو بتاعنا. يلا بينا. اهو حبايب قلبي، البلاعه زي ما قلت لكم اهي. كل فتره كده بتعمل عندي سدد وتخرج الميه بره، بتبهدل لي المطبخ والدنيا. هوريكم بقى. انا بحط طبعا البوتاص كله اللي انا قلت لكم عليه اهو، 5 جنيه اهو. حطيته كله كده، وحذاري بقى خلي بالكم ما يبقاش فيه اطفال ولا اي حاجه. وهسيبه ربع ساعه، مش هاجي جنبه خالص. هو يبتدي بقى التفاعل بتاعه اهو، هيبتدي يدوب وينزل بقى في قلب المواسير. وما تقلقوش، هو مش هيعمل حاجه في المواسير خالص، هو هينزل الدهون. هسيبه ربع ساعه لغايه ما يدوب لي الدهون خالص وانا مشغله الكتل، وهرجع لكم تاني بعد ربع ساعه عشان ادلقه في قلب البلاعه. هندلق حوالي، يعني هشغل الكتل كده مرتين، ولو في عندك حله ولا حاجه سخني فيها مره واحده يبقى افضل واحسن. تمام. هرجع لكم تاني. بص حبيبه قلبي، بعد ما عدى حوالي ربع ساعه اهو، هنزل بالميه بقى اللي انا غليها. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين التفاعل عامل ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل ده بيزق الدهون. ما تخافوش ولا تقلقوا، كل ده بيفك الدهون اللي موجوده. بسم الله. تمام. هشغل بقى الكاتل مره كمان واحطه للمره التانية وارجع لكم تاني. اهو حبيبه قلبي، والكاتل اهو سخنته للمره التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده. الخطوه اللي بعدها بقى ده الكربونات من عند اي عطار. هحط معلقتين من الكربونات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحط حوالي كوبايه خل، ما يعادل كوبايه خل. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الفوران ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفوران بتاع الكربونات وما تفاعله مع الخل. تمام. شايفين بيفور ازاي؟ كل ده بيفتت الدهون خالص. كل شهر تعملي الموضوع ده هو مش هتعاني تاني من سددان البلاعه، وهترتاحي شهر كامل، شهر شهرين مفيش مشكله. كل ما تحسي ان البلاعه قربت على السدد او ان هي بتضايقك او الكلام ده كله، خلاص اعمليها. بس هو بصفه دوريه اعمليها كل شهر، هترتاحي خالص خالص ومش هتعاني منها مره تانية. هنشغل بقى الكاتل تاني وهوريكم بقى تصريف الميه، مش هعمل اي سددان ولا اي حاجه. كده حبيبه قلبي خلاص سخنت الكاتل تاني اهو. ده بعد الكربونات. شايفين اهي البلاعه كانت مسدوده عندي جدا، ما شاء الله التصريف مشي. اعملي الخطوه دي
كل شهر مش هتعاني تاني من سددان البلع، وما تقلقيش وتتخضي من شكل البطوس لما فار. كل ده تفاعل كيميائي ما فيهوش اي مشكله. انت بعد كده بتحطي الميه، يعني الفوران ده كله ما يقلقكيش، لان كده كده احنا بنحط بطاس في الغسيل الابيض بتاعنا، فكده كده بيتصرف في البلع زي ما قلت لكم في اول الفيديو بتاعي. كده خلصت الفيديو معاكم، يا رب تكونوا استفدتوا، وكل واحده بتعاني لقيت حل للمشكله دهيت. يا رب اكون خفيفه عليكم، اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.